مساء الخير. ما هي مهام الناقد السينمائي في المشهد الثقافي؟ ما العلاقة بين الحس النقدي ونقد الفن؟ كيف يشتغل النقاد السينمائيون؟ لما يصلح النقد السينمائي؟ ما هو عمل الناقد مقارنة بعمل الصحفي؟ هذه الأسئلة التي خصص لها الناقد الفرنسي جون ميشيل فرودون كتاب لا كريتيك دو سينما، وحاول أن يجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تثبت أن النقد ضرورة في هذه المرحلة، في زمن استهلاك الصورة والأفلام والمسلسلات بمستوى عالي جدا. لم يسبق للبشر أن يستهلكوا الصور بمثل هذه الكثافة التي تجري الآن يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الفيديو، على الكتب، على نتفليكس، على قاعات السينما، على التلفزيون. هناك كمية هائلة من الصور تحكي. السينما والتلفزيون ليست صور ثابتة، بل هي صور متحركة تحكي بمعدل 24 صورة في الثانية. بالتالي هناك ملايين الصور في كل فيلم. كيف يتعامل الناقد مع هذه المادة؟ ما هو النقد؟ أولا يعرف فرودو النقد بأنه مسافة، بأنه أداة لنقد الفن، لمراجعته. أن النقد هو دراسة الأشكال الفنية على صعيد الأسلوب والمحتوى، لتحليلها وإبداء وجهة النظر فيها. ولد نقد الفن في القرن الثامن عشر مع إيمانويل كانت، ومع ديدرو، ومع جماعة ألمانيا، يتحدثون عن الجمال، وغالبا ببعد متعالي تجريدي، بينما السينما هي فنون حسية. الرسم، الصورة شيء ملموس. العلاقة بين الكلمة والشيء الذي تحيل عليه هي علاقة اعتباطية، بينما العلاقة بين الصورة والشيء هي علاقة تطابق، علاقة تشابه. لا وجود لعمل لنقد فني دون عمل فني. النقد هو تفكر في السينما، هو تعبير خاص ناتج عن تأثير العمل الفني على حس نقدي، وبذلك التأثير يكون الناقد قد تلقى دعوة ليخضع، حسب فرودون، ليخضع موهبته للاستجابة والتفاعل والاختبار، لأن العمل الفني هو تحدي للنقد. وتكمن صعوبة نقد السينما في أنها تستخدم الفنون الستة السابقة عليها. بالتالي فمعرفة ممارسة النقد السينمائي هي ضرورة معرفة التمثيل، المسرح، الموسيقى، الإيقاع، وأساسا السرديات. السينما تسرد منذ اللقطة الأولى، عندما يظهر البطل يقوم بأفعال أكشن. الصورة تخاطب المتخيل لدى البشر. ما هو النقد بالنسبة لفرودون؟ يقول بأن النقد ليس مقال صحفي ولا إشهار لفيلم، وبالتالي ما تكتبه شركة الإنتاج عن فيلم هو ملف صحفي وليس نقدا. النقد ليس نصائح المتفرج أن تقول له شاهد هذا ولا تشاهد هذا. النقد ليس خبر صدر الفيلم أو سيصدر الأسبوع القادم، هذا ليس نقد فني، هذه أخبار. الناقد هو مشاهد من نوع مختلف، يعبر انطلاقا من فيلم، يتقاسم موقفه، يحلل العناصر التي شاهدها. الناقد السينمائي حسب فرودو هو الذي يشاهد الفيلم ويكتب عنه نصا قائما بذاته، وليس أن يكتب سيرة المخرج أو سيرة الممثل أو يحكي عن ماضي فريق الفيلم مثلا. هذه عبارة عن أخبار. أندري بازان يقول النقد السينمائي هو الكتاب العالمي يجري في الشاشة. عندما أقول لك بأن في فيلم اوبنهايمر لكريستوفر نولان الممثل كيليان مورفي في أدائه يوجد الكثير من أداء توماس شيلبي في مسلسل تاريخي،
هذا أعلق على الصورة. بينما إذا قلت لأنك ثم أن كيليان ميرفي سافر إلى لوس أنجلوس، بأنه التقى صديقته، هذه حياة شخصية. يتعامل الناقد مع الفيلم كعمل فني، وبالتالي فهو يدرسه ويحلله. عادة النقد السينمائي ليس له مكان في الصحافة. الصحافة فيها أخبار، وهذه الأخبار عبارة عن مادة كتبها الفريق الفني، أو عبارة عن ما يسمى بالملف التقني للفيلم. ما هي فوائد النقد؟ النقد يستفز ويجذب، يعطي وجهة نظر. يقول فرودون: النقد لا كريتيك إيغيت إفاسين. النقد هو مساهمة وتسليح العقول بالحس النقدي تجاه السمع البصري. تشاهد يوميا، ما معنى ذلك؟ كيف تنتقده. يبرز النقد القيم التحتية الدفينة للعمل الفني. كيف يعبر فيلم ويسترن على الذهنية الأمريكية مثلا؟ كيف يعبر فيلم فيليني عن الذهنية الإيطالية؟ إذن هذه أشياء عميقة جدا. مهمة الناقد، يتابع فرودون، هي وصف الأفلام وتفسيرها، هي تمكين كل مشاهد من إضاءة أفكاره الخاصة عن الفيلم، هي الوساطة بين المتفرج والعمل الفني وتسهيل تلقي الفيلم. النقد هو تقاسم مشاعر تلقي وتحليلها، يعني شيء أبعد من أعجبني أو لم يعجبني. وظيفة النقد هي شرح عن العمل الفني. الأفلام التي يكتب عنها كثيرا تخلد لوقت طويل. المواطن كين لأوسنويل صامد، ويعتبر من أفضل الأفلام حتى الذين لم يشاهدوه أصلا، لا يستطيعون تحمل طوله وفلاش باك فيه ولكن لأنه صوت له مرارا كأنه أحسن فيلم، بالتالي فيعتبر بأنه من الأفلام العظيمة، مع أن أفلام هيتشكوك أكثر تأثيرا وعمقا، وأفلام ستانلي كوبريك أيضا. يبرز النقد السينمائي جماليات السينما، يبرز جماليات الصورة مثلا، الكادر، اللوحة، البعد، لا برسبكتيف، المنظور. وبالتالي فالناقد ملزم أن يكون لديه اطلاع على الفنون التشكيلية. وأنا أعتبر بأن الناقد المؤسس للفن التشكيلي بودلير. صحيح أن بودلير مشهور كشاعر يظهر الشر، لكن عمله على الفنون التشكيلية مذهل. النقد هو التعبير عن رد فعل. يبني النقد القيمة الرمزية للأفلام، يجعلها تصمد للزمن، يكشف لعشاق السينما الجدد ما هي نقط أفلام السابقة. ما الذي يجعل فيلما لأكيرا كوروساوا يعاد إنتاجه في هوليوود؟ النقد هو عبارة عن تعبير عن ذوق. يختم فرودون مثال لتأثير الذوق على الفيلم على الجمهور. يقول بأنه هذا تمرين في الحب والتفاهم، أنه يمكن لموقف نقدي من فيلم معين شاهده عشيقان في قاعة سينما أن الاتفاق بينهما في الذوق الفني من الفيلم هو علامة بأن علاقتهما ستنجح، لديهما شيء مشترك، نوع من الأفلام. هكذا يحلل فرودون دور الناقد ومهامه. بطبيعة الحال الكتاب فيه مادة كبيرة جدا، حاولت عصرها في 9 دقائق. أتمنى أن تقرأوا الكتاب وتطبقوا هذا في الشاشات، وأتمنى للنقد السينمائي المغربي أن يستخدم هذا الكتاب كمرجعية، بحيث أن المادة المكتوبة فيه تقدم خطوات لوصف فيلم وليس للتحليق بعيدا عن الشاشة.